هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وعافية وخير. مشتاقة لكم حبايب. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. عندي هنا الدجاجة قطعتها هنا وغسلتها، وعندي هنا التوابل 7 بهار، وعندي دارسين وبصرة مطحون، وبابريكا باردة حمراء، هي باردة، وهذا كركم، وعندي هيل وقرنفل وورق الغر. هذا اختياري، ممكن انتم تضيفون بس ينطي نكهة للدجاج ووخر الزفرة. هنا عندي البصل حمسته شوية، واو شوفوا صار لونه اشقر. بعدها حضيف التوابل عليها. اهم شي البصل ويا التوابل ينحمس، والدجاج شكو زفرة تطلع، والدجاج يعني ينطي النكهة كلش طيبة، توخر كل الزفر. فجربوا هاي الطريقة حبايبي. دائما كونوا حطوا بالدجاج او اللحم الورق الغار والبصل والهيل، هذين الشغلات كلش منكهات ويوخرن الزفرة. بعد ما حمستهن كلن حضيف الدجاج، قطعته وغسلته بهذا الشكل، واحطه ينحمسن وياهن. وما اقولكم ريحة التوابل شلون تخبل. واعذروني حبايبي، انا مقصرة وياكم هالايام، مدا انزل فيديوهات. اي والله اعذروني حبايب. واذا حابين تشوفوا فيديوهات وش حابين يعني ممكن انزلكم، اكتبولي واكون حاضر حبايبي. بعد ما حمست الدجاج دقل. إذا حابين كبسة الدجاج أنزلها لكم، اكتبولي بالتعليقات حبايبي، وإن شاء الله أسوي لكم إياها. كبسة الدجاج أو كبسة كبسة الدجاج باللحم أو بالدجاج العفو كبس. اعذروني شوي شوي حلقي شكل. كبسة يعني ممكن باللحم أو أسويها بالدجاج عادي، كون تحبوا حبايبي اكتبولي عود. اعذروني شوي تعبانة قاعدة اشكل. فحبايبي شو شلون الدجاجة اتحمست. هاي بعد ما راح اخليها، وحتى ما يحتاج اني اضيف مي، وممكن بهذه الطريقة نحطها ندخلها الى الفرن. يعني ممكن نحط بوتيتة، قطع بوتيتة بالصينية مال الفرن، ونوزعها ونحط عليها الدجاج بهذا الشكل وندخله. ممكن ندهنهن بشوية زيت، يعني زيت، لا تخلون كاتشب ولا معجون لأن يسود الدجاج. ممكن تضيفون شوية زيت وملح ولمندوزي. إذا الملح الدجاج زين ممكن تضيفون بس ملح أو لمندوزي تحبوها حامضة، لأن ذني الشغلات ممكن تدهنوه شوية زيت وتدهنوه وتدخلوه الفرن وتحمسون كأنهن يعني مشويات، حتى ما يضيف إنه تضيفوها وتحطوا لها المي. ممكن تسووها مثل ما أنا هسه راح أسويها الطريقة حسويكم إياها. شوفوا واو جاهز وكامل، أصلا ما يحتاج تضيف له مي. بس أنا شنو ليش لا أضيف مي؟ لأن هاي الطريقة راح أسوي بيها أنا يعني السلقة واستوى عندي، بس أنا راح أسلقه على النص لأن هو أصلا مستوي. لأن أنا أخليه على بخار وأحطه على الطباخ وسط، نار وسط مو عالي ولا ناصي، لأن إذا نار هادئة ممكن يتيخل الدجاج، وإذا عالية هم ما راح ينطينا يعني نتيجة. فخليه على وسط، فخليه على البخار، يعني بخار الجدر نتغطيه، فخليه هو يستوي وينحمس.
ويطلع شكله كلش حلو. هنا اني غسلت التمن، هنا حسويكم تمن احمر. غسلت التمن وحطيت عليه المعجون، وراح اضيف من السوب اللي مال الدجاج حضيف عليه. وبعدها ممكن تضيفون ماجي، وممكن تضيفون شنو عندكم من التوابل تحبون تضيفوا لها، بصل مطحون، اي بس ماجي افضل. ممكن زبدة جنة تضيفون، بس السوب كافي يكفي كل شيء يعني، لأن هو أصلا بيه نكهة الدجاج. بعد ما كملنا التمن الأحمر بهذا الشكل. وحبايبي شوفوا هسه أنا طلعت الدجاج صفيته من السوب وعفت السوب اللي نحتاجه. اي حطيت عليهن لمندوزي وشوية ملح، لأن هو بيه ملح، بس خليت بعد شوية ملح وخليت لمندوزي وقليته. أقولكم يقولون دجاج شاوي وجايب. هاي التمن بعدها قليت بوتيتا حبايبي وسويت زلاطة. وألف ألف عافية. لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة. أحبكم هواي حبايبي، يا محلى الجمال. شوفوا تمتعوا. الله تمنيتكم وياي حبايبي. وهذا اللبن ألف عافية. مع السلامة.